بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، الجمع الطيب المبارك، أهلا ومرحبا بكم في هذا المؤتمر والذي هو بعنوان يناير يجمعنا مع بعض نقدر، بمدينة كيب تاون، جمهورية جنوب أفريقيا. ونبتدئ هذا المؤتمر بخير بداية ومع آيات من كتاب الله البينات، والشيخ الفاضل القارئ السيد طلبة فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. صدق الله العظيم. صدق الله. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. نعم أيها الأحباب، في هذه الآونة وفي مثل هذه الأوقات، حينما يهل علينا شهر يناير من كل عام، نتذكر سويا حدثا من أهم الأحداث في تاريخ الشعب المصري، ألا وهي ذكرى ثورة يناير المجيدة. وحول هذه المناسبة وما آلت إليه الأمور منذ ثورة يناير في عام 2011 وحتى وقتنا هذا، يحدثنا المهندس محمد هلال، ممثل الجالية المصرية بجنوب أفريقيا، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من الأحداث أحداثا تطويها السنون والأيام، ومن الأحداث أحداثا تبقى على مر الزمان لا تطوى. ومن هذه الأحداث حدث يناير، 25 يناير. إن الأرواح التي أزهقت بغير ذنب، إن الآلاف والآلاف التي سجنت بغير ذنب، إن الآلاف التي شردت بغير ذنب،
إن الذين فصلوا من أعمالهم وشردوا من بيوتهم لن يطوي ذلك كله الأيام، وإنما سيبقى على مر الزمان. إن يناير يذكرنا أن الأمة يمكن أن تستيقظ، وهذا ليس على الله ببعيد، وحدث في زمان الأمة عدة مرات أن قامت الأمة. أيها الإخوة، إن الأيام التي تلت يناير عقبها أحداث أليمة كثيرا، وهذه الأحداث ستبقى علامات وستكتب في التاريخ مهما زوروا، ستكتب في التاريخ. أيها الإخوة الكرام، نقول لهذا النظام الظالم، نظام عبد الفتاح السيسي، نقول له وتلك الأيام نداولها بين الناس، نقول له إذا كنت قد كسبت جولة بمباركة المجتمع الدولي الظالم الذي أيدك وأنفق على انقلابك ما أنفق من المليارات، فإن هذا لن يدوم. ونقول لهذا المجتمع أنك قد راهنت على حصان خاسر، لأن الظلم يحمل في طياته عوامل خسرانه وعوامل هزيمته كظلم، لا يدوم هذا الظلم. ونقول له بأن الأحداث خير شاهد. أين الذين ملكوا الدنيا بأسرها؟ أين الذين مكنوا في الأرض وظنوا أنهم لا زوال لهم وكانت نهايتهم كما رأينا؟ أين معمر القذافي وكيف قتل؟ أين قبره الآن؟ أين كل الظالمين أيها الإخوة؟ الحدث الجديد قبل أيام فقط في هذا الأسبوع، رئيس جامبيا 22 سنة وقام بانقلاب عسكري على الرئيس الذي قبله بعد 22 سنة، وكان عنده قوات الجيش بالكامل، ثم زور ما زور من الانتخابات عدة مرات. وآن الأوان، أراد الله عز وجل أن يزول هذا الظالم، وما نفعه جيشه وما نفعته قواته، ثم إلى غينيا الاستوائية في غربة لا يعرف ما الله عز وجل صانع به. هذه هي نهاية الظلم. ما ظن قبل شهرين فقط، ما ظن أن الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه اليوم. ونقول لعبد الفتاح السيسي: أنت ما تظن ولا تعلم مكر الله عز وجل. إن كنت قد أغرتك قوتك وقد أغرك مساندة الشرق والغرب، فإن يد الله عز وجل تعمل للخفاء. نعم. ونقول له بأن هذه هي طبيعة المعركة بين الحق والباطل. لك يوم ولك جولة، ولكن هذه الجولة بإذن الله تعالى لن تدوم بإذن الله تعالى. نعم. وبنقول لرئيسنا الحالي ورئيسنا الشرعي المختطف الصابر المحتسب الذي ضرب أعظم المثل والقدوة لكل صابر محتسب، نقول له: ما ينطبق عليك وإخوانك إلا قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. نقول له: أنت ما قصفت قلما ولا قيدت حرية، وكان شعاره: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. سعى في أن يأتي بصحفية من السودان، وسعى في أن يطلق سراح الصحفيين المعتقلين، وما اعتقل في زمنه صحفي ولا أسكت لسانا ولا قصف قلما أيها الإخوة، وإنما كان شعاره الحرية للجميع، وناله ما ناله في عرضه وفي نفسه وفي أولاده وفي أهله من ألسنة هؤلاء جميعا. وأراد أن يكون إصلاحا طبيعيا تدريجيا، ولكن الذين لا يعيشون إلا في بؤرة الفساد لا يرضون بذلك. نقول له: اصبر واحتسب، فإن يد الله عز وجل تعمل لك بإذن الله تعالى.
نعم. ونحن لا نستقل ما بينك وبين ربك في خلوتك ودعواتك في ظلمات الليل وقيامك بالليل والناس نيام، لا نستقل ذلك ولا نستهين به، وبإذن الله تعالى سيعمل لك إن شاء الله تعالى. نعم. ونقول لإخوانه: ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا حرية فينك فينك، يا حرية فينك فينك، حكم العسكر بيننا وبينك، حكم العسكر بيننا وبينك. نقول لإخوانه الذين هم بالآلاف أيها الإخوة، نقول لهم: اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا ورابطوا، والله عز وجل سيزيل ما أنتم فيه بإذن الله تعالى. ولقد تعلمنا منكم الثبات والصبر، ما يعني لانت لكم عزيمة وما أيدتم ظالم. ما سمعنا أن واحد من تلكم الآلاف جميعا أيد هذا الظالم أو تنازل عن مبادئه، ولكنهم آثروا أن يثبتوا على الحق الذي هم عليه، حتى ولو كان فيه اعتقالهم وسجنهم وبعدهم عن أبنائهم وإخوانهم. نقول لهم أننا نشد على أيديكم، وأننا ما نسيناكم ولن ننساكم، لا أنتم ولا أسركم ولا إخوانكم ولا أهليكم. نقول لكم: هي خلوة بينكم وبين الله، هو إعداد رباني لمرحلة يعلمها الله عز وجل، فما كان هذا يحدث على غير عين الله عز وجل. نعم. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكن الله عز وجل يعدكم كما أعد آخرين لمهمة يعلمها الله تبارك وتعالى، وعلى قدر المحنة تأتي المنحة، وهذه تربية لمرحلة يعلمها الله تبارك وتعالى بعد ذلك. وما كانت تلكم الآلاف المؤلفة أن تعتقل في وقت واحد وتنال هذا القسط من التربية إلا لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى. قولوا لإخواننا في الزنازين، قولوا لإخواننا في الزنازين، إحنا برا مكملين، إحنا برا مكملين. قولوا لإخواننا في الزنازين، قولوا لإخواننا في الزنازين، إحنا برا مكملين، إحنا برا مكملين. اكتب على حط الزنزانة، اكتب على حط الزنزانة، حكم العسكر عرض خيانة، حكم العسكر عرض خيانة. نقول لهم: إخوانكم في أنحاء الأرض، في الجالية المصرية في أنحاء الأرض جميعا معكم بقلوبهم، بدعائهم، بجهودهم، ما نسوا قضيتكم، وسينصرونكم إن شاء الله تعالى ما دامت الحياة بإذن الله، حتى يزول ما أنتم فيه إن شاء الله تعالى. بنقول لإخواننا على الأرض الثوار الذين ما زالوا يخرجون ليل نهار، والذين يعلمون أن في كل يوم يخرجون فيه قد لا يعودون إلى بيوتهم، ومع ذلك يصرون على ذلك. النساء قبل الرجال، البنات قبل الأولاد. ضربوا لنا مثلا في العزيمة وفي التصدي وفي الصمود للباطل، وهم يعلمون أنهم يواجهون الرصاص الحي، ويواجهون الاعتقال، ويواجهون قد يكون في ذلك حتى هتك الأعراض، ومع ذلك ما جلسوا في بيوتهم وما خافوا وما جبنوا أيها الإخوة. نقول لهم: نشد على أيديكم، واصلوا، وإخوانكم يواصلون معكم في كل مكان، وبإذن الله تعالى الفرج قريب إن شاء الله تعالى. إنما النصر صبر ساعة. اصبروا، والله عز وجل سيفرج ما أنتم فيه عن قريب إن شاء الله تعالى. ثوار أحرار هنكمل المشوار، ثوار أحرار هنكمل المشوار، ثوار أحرار هنكمل المشوار، ثوار أحرار هنكمل المشوار. وللمجتمع الدولي الذي ساند هذا المجرم الظالم، لقد خدع الناس كثيرا بالمبادئ وبالشعارات، بالحرية وبالديمقراطية وبحقوق الإنسان، وظهر أن كل ذلك ما هو إلا خيال وإلا خداع وإلا سراب. وأنتم قد استعملتم هؤلاء كوكلاء عنكم في المنطقة، فلما رأيتم أنهم أوهن من بيت العنكبوت، تدخلتم بقوتكم في العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي مصر وفي كل البلاد لكي تحافظوا على وكلائكم في المنطقة. ولكنكم بإذن الله بعد أن سقطت هذه الشعارات وسقطت هذه المبادئ التي تنادون بها، ستسقطون جميعا إن شاء الله تعالى عن قريب بإذن الله تعالى. نعم.
ولقد افتضحتم ولن يصدقكم أحد بعد اليوم في أنحاء الأرض. وإن المرحلة التي تعيشها الأمة أيها الإخوة ما هي إلا تصفية، حدثت عدة مرات قبل ذلك، ما هي إلا تصفية حتى يظهر الحق من الباطل، وحتى تصفو النفوس وتتربى النفوس حتى تستأهل نصر الله تبارك وتعالى. نعم، دفعت الأمة ثمنا غاليا باهظا في سبيل ذلك، ولكنها سنة الله عز وجل في الدعوات. نعم، لن تنال الأمة حريتها وهي نائمة، لن تنال الأمة حريتها وهي مقصرة وهي مهملة. أيها الإخوة، لنراجع أنفسنا مع الله تبارك وتعالى، هل نحن أهل لنصر الله؟ لنراجع أنفسنا في أعمالنا، في جهودنا، في إتقاننا لأعمالنا، حتى نكون أهلا لنصر الله تبارك وتعالى. نعم، نحن أبناء الجالية المصرية في آخر نقطة في الأرض، وهناك من هو في شمال إفريقيا، وهناك من هو في شرق العالم وغرب العالم، ونحن في آخر نقطة في جنوب العالم. بنقول لإخواننا ولرئيسنا، نقول لهم جميعا: نحن معكم ولن نترككم أبدا بإذن الله تعالى، وأننا ننتظر فرج الله عز وجل القريب بإذن الله تعالى. نعم، ونقول لهؤلاء الظالمين بإذن الله: لن يمتعكم الله عز وجل بما أنتم فيه، فأنتم لستم لا أعظم من قارون ولا من فرعون ولا من كل الظالمين الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى. هي مرحلة من مراحل التاريخ قد مرت على الأمة من قبل، وبإذن الله تعالى سيكون فيها الخير العظيم، ويوم ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله. باسم الجالية المصرية أيها الإخوة أبناء الجالية، نشكركم جميعا، نساء ورجال، نشكركم جميعا على جهودكم المتواصلة في دحر هذا الانقلاب، وبإذن الله تعالى سنفرح جميعا في مصر في بلدنا. نعم، فهي ليست ملك لهؤلاء الظلمة ولا المتطفلين الذين لا يعيشون إلا على الفساد. وللجيش المصري نقول له: أنت جيش الأمة، أنت جيش الوطن، لست جيش نظام ولست جيش رئيس، ومهمتك الرئيسية أن تحفظ الوطن وتحفظ حدوده، لا تحفظ نظاما. نعم، وهذا النظام لا يدوم، وهناك أنظمة قد آلت وبقيت الجيوش للأمة. نقول لهم: لا تسقطوا في هذا المستنقع، لا تسقطوا، نحن نفتخر بكم كجيش يحمي حدود البلد ويحمي الوطن، لا جيش يحمي الظلمة ويحمي الفاسدين. نعم، فبنقول له: نفتخر بك، لا نقلل من قدرك ولا من قيمتك، ولكن نفتخر بك كجيش للبلد وكجيش لمصر يحمي حدودها، لا جيش لعبد الفتاح السيسي الظالم القاتل الذي انتهك الأعراض، والذي سجن الرجال والنساء، والذي باع الأرض وباع العرض، حتى مشهوري الناس من كرة القدم وضعوا أسماءهم على قوائم الإرهاب. نقول له: لا نفتخر بك كجيش تناصر هذا الباطل وهذا الظلم، ولكن نفتخر بك كجيش مصر تحفظ عليها أمنها ورجالها ونسائها. جزاكم الله خير. باسم الجالية المصرية نشكركم جميعا مرة ثانية، وبإذن الله نفرح جميعا قريبا في مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! الإخوة والأخوات الفضليات، إن لكل واحد منا دوره في مقاومة هذا الانقلاب الدموي، حيث تعددت الوسائل والسبل، سواء كانت بالمظاهرات الحاشدة أو المؤتمرات المناهضة للانقلاب، أو عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر الدراما والشعر والكلمة والأنشودة. ومع الفقرة التالية من مؤتمرنا هذا يناير يجمعنا، ومع الأنشودة والمنشد محمد مصطفى، فليتفضل مشكورا. يمسكوه واقفين، استحسن ممكن يشيل. إن شاء الله نردد مع بعض إن شاء الله. قوم يا أمة وعلي الصوت، أصل سكوتك معنا موت. قوم يا أمة وعلي الصوت، أصل سكوتك معنا موت. قوم يا أمة وعلي الصوت، أصل سكوتك معنا موت. قوم يا أمة وعلي الصوت، أصل سكوتك معنا موت. حرب الظلم والطغيان وتحصني بكفاح وإيمان. حرب الظلم والطغيان وتحصني بكفاح وإيمان.
وإياك تنسي أمجادك والراية المرفوعة بجهادك، وإياك تنسي أمجادك والراية المرفوعة بجهادك. وارفعي فوق راية القرآن، ده احنا ورثنا نبي عدنان. قومي يا أمة، قومي يا أمة، قومي يا أمة وعلي الصوت، أصل سكوتك معناه موت. قومي يا أمة وعلي الصوت، أصل سكوتك معناه موت. قومي يا أمة، قومي يا أمة، قومي يا أمة ولمي شتاتك، يا أمة قومي، أرضك دي حياتك ومماتك. يا أمة قومي، قومي يا أمة ولمي شتاتك، يا أمة قومي، أرضك دي حياتك ومماتك. يا أمة قومي، دافعي عن الأرض العربية وتوحدي بإرادة قوية، دافع عن الأرض العربية وتوحد بإرادة قوية. وريهم عزمك وكفاحك، وريهم ده الحق سلاحك، وريهم عزمك وكفاحك، وريهم الحق سلاحك. وارفعي فوق راية القرآن، ده احنا ورثنا نبينا عدنان. قومي يا أمة، قومي يا أمة، قومي يا أمة وعلي الصوت، أصل سكوتك معناه موت. قومي يا أمة وعلي الصوت، أصل سكوتك معناه موت. قومي يا أمة، قومي يا أمة، قومي يا أمة وداوي جراحك، يا أمة قومي، عيد النور الفجر صباحك. يا أمة قومي، قومي يا أمة وداوي جراحك، يا أمة قومي، عيد النور الفجر صباحك. يا أمة قومي، حوطي على حدودك بإيديكي، ضم ولادك جوا عينيكي. حط على حدودك بإيديكي، ضم ولادك جوا عينيكي. يلا يا أمة نادي شبابك، يحموا حدودك يمحوا ضبابك. يلا يا أمة نادي شبابك، يحموا حدودك وارفعي فوق راية القرآن، ده احنا ورثنا نبينا عدنان. قومي يا أمة، قومي يا أمة، قومي يا أمة وعلي الصوت، أصل سكوتك معناه موت. قومي يا أمة وعلي الصوت، أصل سكوتك معناه موت. قومي يا أمة، قومي. يا أمة. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. أيها الأحباب، لا يخفى على أحد ما آلت إليه الأمور منذ أن وقع هذا الانقلاب الدموي على أرض مصر، وكيف أنها كانت ثورة مضادة ليس فقط على مكتسبات ثورة يناير، بل كانت ثورة مضادة على القيم والمبادئ والأخلاق والأعراف. وأصبحت الحرب على الإسلام وعلى مبادئ الإسلام واضحة جلية كوضوح الشمس. حول هذه المعاني أيضا يحدثنا الشيخ أحمد حلاوة، عضو اتحاد علماء المسلمين بجنوب أفريقيا، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثوار أحرار هنكمل المشوار. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي المتقين وناصر المستضعفين، وصلاة وسلاما على قائد الغر المحجلين، نبي الرحمة ونبي الملحمة، الذي قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وإن أمتي إذا رأت الظالم ولم تأخذ على يديه يوشك أن يعمها الله ببلاء ثم تدعوه فلا يستجاب له. تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الشافعي: إن نفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. ترى المذلة كفرا. نحن لا نخضع إلا لله، ولا نستكين إلا لله،
ونحن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ أحبتي في الله، الإخوة الحضور الكرام، أنتم ما تعرفوش أنكم نور عينينا ولا إيه؟ نعم، أنتم نور عينينا وأنتم في القلب. الإخوة المشاهدون والمستمعون في ربوع الأرض، أنقل إليكم تحيات علماء المسلمين في جنوب أفريقيا، وعلى رأسهم الشيخ البطل عرفان إبرامز، الذي رفض أن يصافح مفتي الجمهورية الذي لوث يديه بالتصديق على إعدام الأبطال والعلماء والثوار، وعلى رأسهم الرئيس مرسي. تحية لهذا البطل، هذا الشيخ عرفان ومن معه في مجلس القضاء. تكبير. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. يناير تجمعنا، ذكريات يناير التي رأيتها وتابعتها كل دقيقة عبر شاشات التلفزيون وأنا هنا في هذا الوطن الحبيب. تجمعنا، رأيت تلاحم الأمة، تلاحم الأمة وصدق القصد والتوجه. الجميع لا يريد منصب، الجميع يريد الحرية والخير لهذا البلد، مسلم وقبطي مسيحي. الجميع، ترى المسيحي يساعد المسلم على الوضوء ويساعد على فرش أماكن الصلاة. ترى اللجان الشعبية وهي تحرس الكنائس وتحرس الشوارع وتحرس الممتلكات. فثوار مصر وشعب مصر ضرب أعظم الأمثلة، فهو شعب ملهم وهو شعب معلم، ونحن والانقلابيون نراهن على ذلك. نحن نراهن أن هذا الشعب بطل، وهذا الشعب عظيم، وهذا الشعب عم الميادين، وهم يراهنون على أن يجعلوا هذا الشعب أذلاء صغراء حقراء مساكين يقفون في الطوابير، طوابير الخبز وطوابير المشتريات، يتكففون عربات الجيش الذي ترك أماكن الجهاد وترك أماكن الثغور وجاء يوزع كراتين ويوزع كحك وبسكوت. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. الثورة مستمرة. تحية للشهداء الذين بدأوها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. الجثث في المقابر ولكن أحياء عند من؟ عند أعظم الخلق، عند أعظم العظماء الله سبحانه وتعالى. أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من بعدهم، يستبشرون بالذين من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا تحزنوا على الشهداء يا أم الشهيد، يا أرملة الشهيد، يا ابن الشهيد، لا تحزن. أبوك يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل ثم يحيا ثم يقتل 7 مرات لما رأى من كرامة وجلالة ومهابة عند الله. روحوا في حواصل طير خضر تجري في بين أنهار وأشجار الجنة، طوبى لهم. نحن نغبطهم على هذا الفضل ونتمنى أن نلحق بهم على خير. وتحية للصامدين خلف الأسوار الذين ظن هذا النظام المنقلب المجرم الخائن للأمانة والخائن للقسم أنه سيغيبهم وسننساهم، بل هم وقود الثورة. سجنهم حرية لهذا الوطن، شهادة على أن هناك أبطال لا يرضون ولا ينزلون على رأي الفسدة كما قال هذا الرئيس العظيم مرسي. شيخ عرفان يحمل صورة الرئيس مرسي، وكل يوم يسألني كيف حال الرئيس مرسي، كيف حاله، كيف حال هذا الرجل البطل الدكتور محمد بديع الذي لولاه لتحولت مصر إلى أشد من سوريا. هؤلاء لا يخافون على وطن، هؤلاء الذين يمنون على مصر بأنها ستكون مثل سوريا إذا تراجع الجيش. هذا الجيش، هذا الرجل بمن يقوده من المجلس العسكري يستطيعون أن يحولوا هذا الوطن إلى خراب وإلى دمار. فلولا أن هؤلاء الثوار اختاروا طريق السلمية وقالوا سلميتنا أقوى من الرصاص،
فحفظوا دماء الوطن وحفظوا أبناء الوطن وتحملوا الشهادة بصدور عارية أمام المدرعات والدبابات وأمام الطائرات. هؤلاء تحية لهم، تحية لهؤلاء المعتقلين والمطاردين في ربوع الأرض في مصر وفي غير مصر، تحية للجميع، وأنهم هم وقود الثورة، وأنهم لن ينهزموا، وأن الله يتقبل جهادهم، وأنهم لن يضيعوا. إن الله عز وجل لا يضيع هؤلاء، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أحبتي في الله، تحية لهذا الشعب. هؤلاء خطتهم أن يجعلوا الشعب يستكين ويدخل البيوت، فيغيظهم إذا واحد فقط أو امرأة واحدة فقط نزلت الشارع وقالت يسقط حكم العسكر. تقلقهم أن طفل يرفع أنبوبة أو يرفع شعار ربعة فيأخذ 3 سنوات سجن، أن امرأة تقول حسبي الله ونعم الوكيل فتظل قابعة في السجون. متى عهدنا أن النساء يسجنون أو يضربون أو يغتصبون في سيارات الجيش والشرطة؟ متى عهدنا ذلك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء الناس فعلوا في ثوار يناير الأحرار الأبطال الذين حموا مصر من الفوضى، فعلوا بهم ما لم يفعله احتلال الصهيوني في الفلسطينيين، فأصبحوا معلمين للتعذيب وللفساد وللقهر. وأصبح القضاة الذين يتبعونهم ليس كل قضاة مصر هؤلاء، بل اختاروا تهمة اشترت الحياة الدنيا، فضلوا الدنيا على الآخرة، فغيروا الزمم وحبسوا الأبطال وغيبوهم في السجون. حكى لي أحد المعتقلين أن هناك كثير يخرج براءة، ثم عندما بكفالة فيقترض هذه الكفالة من الناس ويأتي يسد هذه الكفالة في المحكمة، وبعدما أن يدفع يأخذه ضابط أمن الدولة مرة ثانية ويلفق له تهمة جديدة مرة ثانية. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا شهيد ارتاح ارتاح. يا شهيد ارتاح ارتاح. واحنا نكمل الكفاح. واحنا نكمل الكفاح. يراهنون على الشعب المصري. هناك كتاب لرجل من خبراء التربية والتعليم البرازيل يسمى باولو فريري، يتكلم عن الآثار الاجتماعية للاستبداد والظلم إذا طال بالناس، في كتابه تعليم المقهورين. كتابه تعليم المقهورين حدد عدة أسباب عدة آثار لهذا الاستبداد. وعندما درسنا القرآن الكريم وجدنا هذه الصورة متطابقة مع كلام هذا الرجل. جيل بني إسرائيل الذين واجهوا الفراعنة، الذين استذلهم الفراعنة، ذبحوا أبناءهم واستحيوا نساءهم وقتلوا الأطفال. هذا الجيل الفراعنة مصر وحضارة مصر منهم براء، وهناك فراعنة في العصر الحديث يمشون على نفس الطريق. أول شيء من مواصفات جيل النكسة وجيل التيه، وهذا الذي لا أرجوه لمصر وهذا الذي نعمل عليه، إن المعركة مع هذا الانقلاب هي معركة وعي، معركة وعي بالانقلاب وبآثاره. الانقلاب أول شيء يبدأ به هو فساد الأخلاق، فإذا فسدت الأخلاق كما قال الشاعر شوقي إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، لا حضارة لا عيش، لا تستطيع أن تعيش في بلد بلا أخلاق. النظام العسكري في مصر الفرعونية أول شيء علم بني إسرائيل السلبية والاستسلام. السلبية والاستسلام. ترى 80 عام وفرعون يسومونهم سوء العذاب. موسى يولد قبل أن يولد موسى، وموسى يولد ويترعرع في القصر ويهاجر إلى مدين ويعود وما زال فرعون قابع في مصر. فيجد بني إسرائيل تغيرت أخلاقهم. بني إسرائيل الذين كانوا أحفاد يوسف عليه السلام، الذين جاءوا لينشروا العدل في هذه البلاد، هؤلاء الناس أصبحوا يتميزون بالسلبية. ترى ماذا فعل؟ لم نسمع لهم مقاومة، لم نسمع لهم ثورة على الظلم.
استكانة كاملة وخضوع. إنك ترى عندما خرجوا من مصر ومعهم موسى عليه السلام بعدما وعدهم من الله وعد الحق عند شاطئ البحر وفرعون خلفهم، قالوا إنا لمدركون. كم كان عدد بنو إسرائيل؟ 60,000 على أقل تقدير في كتب التفاسير. 60,000 واحد من أتباع موسى عليه السلام. وفي النهاية قالوا إنا لمدركون. ماذا تفعل؟ دافع عن نفسك، دافع عن نفسك. لا، استسلموا للذبح. ولكن الله عز وجل لن يضيع هؤلاء المجاهدين وهؤلاء الأبطال مع موسى عليه السلام. فقال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. الله عز وجل هؤلاء الظالمون ما أحقرهم وما أصغرهم. الله أهلكهم ببضعة شربة ماء، ماتوا بالغرق بالماء. سبحان أعظم جبروت على وجه الأرض يموت. الله عز وجل قال اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. آية واضحة، آية واضحة. الله عز وجل كان يأمر سمك القرش في البحر الأحمر أن يبتلع هذا الفرعون. لماذا الله نجاه ببدنه؟ حتى يرى المصريون ويرى المنخدعون في الطغاة وفي عظمة الطغاة يلمسونه بأيديهم ويرون أن أي إنسان إلى الموت. يا عبد الفتاح يا سيسي، إنك ميت وإنك مقابل الله عز وجل، وإنك ستلقى وستقف أمام كل هؤلاء الشهداء. كل هؤلاء الشهداء سيأخذون حقهم منك وممن أيدك على ظلمك وممن أيدك على ظلمك. فالسلبية والاستسلام، هناك أناس في مصر يقول لا قبل لنا به. يا عم الدار جوه الحيط، يا عم امشي جوه الحيط، احنا ملناش دعوه بهذا الامر. يناير كانت غلطه، لا، يناير كانت البدايه، كانت بدايه التحرير والنصر. النقطه الثانيه انتقاص الذات. عندما يشتد الظلم على الناس يكون العيب فينا، احنا اللي شعب لا يستحق. يعني احنا شعب لا يستحق الحريه، احنا ناس ما ينفعناش الا الكرباج. انتقاص الذات. الله عز وجل قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لا ندخلها أبدا ما داموا فيه فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. مع إن الله وعدهم بالنصر. يقول احنا شعب كسلان، شعب لا يستحق الديمقراطية زي ما قال المرحوم عمر سليمان، قال إن نحن نطبق الديمقراطية but what when، ولكن متى؟ شعب مصر لا يستحق الديمقراطية الآن، كأنه شعب من الحمير أو شعب من الدجاج، حتى لحم الحمير أصبح غالي في مصر الآن. النقطة الثالثة الخوف من الحرية. الخوف من الحرية في بني إسرائيل. الله عز وجل يقول فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم، وركز وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. الذرية اللي آمن مع موسى، اللي آمن بالحرية والديمقراطية والشجاعة، هم طائفة قليلة من قوم على خوف من فرعون، ظلم فرعون وبطشه، وعلى ملأ بني إسرائيل، ليس ملأ فرعون. كيف عمدوا مشايخ بني إسرائيل خبراء أمن الدولة اللي بلغوا عن الصغير والكبير، خافوا منهم. هؤلاء الناس من بني إسرائيل كان من يبلغ ويفتش ويعمل مخبر للظلم والظالمين. فهنا أحباب الخوف من الحرية يقول لك لا يا عم أحسن من نبقى زي مصر أو زي العراق أو سوريا، لا يا عم بلاش، اللي نعرفه أحسن من اللي نعرفوش، يا عم ريح دماغك كبر مخك. فهنا الخوف من الحرية صفة من صفات جيل النكسة، جيل الهزيمة. الرابعة الطغيان على الأقران. يعني إيه؟ يعني أشداء فيما بينهم، بأسهم بينهم شديد. يقول فريري إذا ترقى أحد الفلاحين فإنه في عهد الظالم يكون أشد قسوة من صاحب الأرض. فهنا تجد بني إسرائيل استحملوا الطغيان 80 سنة، ولما سيدنا موسى ولى عليهم سيدنا هارون في شهر واحد قال يا ابن إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني. يعني كانوا يقتلون هارون، هذا البلسم الشافي، هارون هذا الحكيم، كانوا يقتلوه، يعني أشداء على هارون.
أشداء على محمد مرسي. أيوة، كشف حساب بعد 3 شهور. أنت عملت لنا إيه؟ ماذا فعلت 3 شهور. أما الآن يقول لك يا عم اصبروا عليه 6 شهور، اصبروا عليه سنة. أنتم مستعجلين على إيه؟ اصبروا عليه. أشداء على مرسي. كل الألسنة السليطة بتاعت اللي بيسموا نفسهم إعلاميين أشداء، أما على هذا الرجل الكل أخرس، يرى أخرس. فهنا يا أحباب النقطة الأخيرة عدم الصبر. صفات جيل النكسة عدم الصبر، نفس القصير. لما موسى دعاهم إلى الحرية قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. يا عم قبل يناير كنا مذلولين وبعد يناير كنا مذلولين، سيبنا في حالنا الله يصلح حالك. رضينا بالهم والهم ما رضاش بينا. صفات جيل النكسة. آخر شيء الانقياد للإعلام. السامري ضحك على بني إسرائيل كلهم وعمل لهم عجل. الإعلام السحرة والدجالين السحرة أحمد موسى وغيره وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى بس نسى يقول لكم إن ده الإله بتاعكم وكلفنا إن أصنعه لكم إليه واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فهؤلاء السحرة يغيرون. لا تستعجب إن يبقى رئيس جامعة أو وزير أو غير ذلك من الناس اللي بيقولوا عليهم مثقفين ويجري وراء جهاز كفتة عبعاطي، يصدق كفتة عبعاطي، أو يجي وراء هبل توفيق عكاشة أو غير ذلك اللي هي الغثائية والاستخفاف. استخف قومه فأطاعوه قال أنا ربكم الأعلى وصدقوه قالوا نعم. أليس لي ملك مصر؟ بتاعتك مصر بتاعتك. فهنا أحباب الانقياد للإعلام، سماعون للكذب. آخر نقطة من صفات جيل النكسة أكل السحت والربا. بني إسرائيل خرجوا من مصر، الغلابة الفقراء ده خرجوا قالوا حملنا أوزارا من زينة القوم. كان عندهم من السرقة والأشياء انتشرت بينهم الرشوة والفساد، يعني أشداء على بعض. جيل النكسة تنتشر فيه الرشوة والمحسوبية والوسطة وكل شيء. فصنعوا، تخيل يصنعوا عجل من هذا الذهب الخالص، من الذهب الخالص. سرقوا ايه؟ تعلموا السرقة. أحبابي هناك جيل جديد، هذا جيل التيه الذي تاه مع موسى 40 سنة والله حرم عليهم النصر. أما هناك جيل داود عليه السلام، جيل الأبطال، جيل يوشع بن نون اللي علمه سيدنا موسى، جيل الشباب. لذلك هذا المجرم وهذا النظام المجرم المنقلب أول شيء يوجه له السهام والقتل والتصفية في داخل الشقق والشوارع والبيوت بعدما يعتقلهم يقتلهم في السجون. هذا القتل للشباب. لماذا؟ ليميت كل نخوة وكل عزة في نفس كل شاب. ثم بعد ذلك يفتح عليهم جميع قنوات الإنترنت مباحة ومفتوحة في مصر. بلاد عربية ومسلمة كثير شفرت هذه المواقع الإباحية. أما هذا يفتح لهم، والرقص في الشوارع، يرقصون في الشوارع، الخمور في أفراحنا وأطراحنا، والمخدرات توزع، بل يغنوا للحشيش والمخدرات. لكن جيل النصر، هذا الجيل هي ثورة كامنة مستمرة، وأنا على يقين أنها مستمرة ولن تنطفئ. وأنا أتحدى هذا النظام المجرم أن يفتح الميادين، وسيرى المصريين جميعا مرة ثانية يعودون كما بدأوا. ففي هذه الأوقات أحبتي في الله نقول عهود القهر إلى زوال، عهود القهر إلى زوال. تحية لكم جميعا، وأدعو جميع الشعب المصري ألا يخشى في الله لومة لائم. أدعو الثوار فقط، وأدعو جموع الشعب أن يساندهم. الثوار فقط، الأحرار 8 مليون اللي نزلوا ميادين مصر هم هؤلاء الثوار جميعا، وباقي الناس أدعوهم أن يساندوهم. لا أقول لك قف في وجه الظالم، هذا الرجل حزب الكنبة، لا أقول لك قف في وجه الظالم، ولكن أدعوه ألا يساند الظلم وألا يصدق الظلم وألا يروج كلاما للظالمين. أقول قولي هذا، وأسأل الله تبارك وتعالى لمصر الأمن والأمان، وأن يحفظ جيشها، وأن يحفظ أبنائها، وأن يحفظ شبابها، وأن يحفظ كل هؤلاء الناس جميعا، وأسأل تبارك وتعالى أن ينتقم من هؤلاء الظالمين، وأن ينصف المظلومين، وأن يجعل فرجه قريب على مصر وعلى الأمة الإسلامية. آمين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر ولله الحمد. الله غايتنا والرسول زعيمنا والقرآن دستورنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. الإخوة الكرام والأخوات الفضليات في هذه القاعة، وكل من يشاهدنا عبر الشاشات داخل مصر أو خارجها،
دعونا نلتف مرة أخرى حول أهداف ثورة يناير المجيدة من جديد، فالعدو واحد، وليس لنا من سبيل سوى التوحد في دحض هذا الانقلاب الدموي الذي لم يرعى حرمة لأحد، وطال ظلمه الجميع من أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج. وحول أيضا هذه المعاني يحدثنا المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية بجنوب أفريقيا الأستاذ أحمد شتا، فليتفضل مشكورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الضيوف والحضور الكرام، ونحن نتنسم عبق ثورة 25 يناير المجيدة ونسترجع ذكراها بآمالها وآلامها. هذه الذكرى التي تاب أن تفارق أذهاننا جميعا، أو أن تفارق مخيلة كل حر ليس في مصر فقط بل في العالم كله. فلقد كانت ثورة على فرعون، وانتقام من نظام ظالم، وتحرر من عبودية دامت عقودا. 6 سنوات مضت والثورة مستمرة وموجودة في الشوارع وفي الأزقة وفي الميادين، رغم هذا الكم من القتل والاعتقال والظلم، رغم هذه الفاشية التي نراها من هذه العصابة المجرمة والتي تحكم مصر وعلى رأسها عبد الفتاح السيسي طبعا، إلا أن الثورة مستمرة وستظل مستمرة طالما هذه العصابة المجرمة موجودة، وطالما هذا الانقلاب الفاشي موجود على رأس هذه السلطة. أيها الإخوة الكرام، لا يخفى على أحد أن هذا الانقلاب العسكري قد وضع مصرنا الحبيب في مأزق لا يمكن الخروج منه إلا بالعودة إلى الشرعية المسلوبة والحرية المغتصبة والديمقراطية الضائعة. إن مصر كما تعلمون تعيش أزمة عميقة على كل الأصعدة تزيد حدتها يوما بعد يوم، وتأخذ البلاد من فشل إلى فشل ومن تأخر إلى تأخر على كل الأصعدة كما ترون. أنتم تعلمون في الناحية السياسية، في الاقتصادية، حتى في الأخلاقية والاجتماعية. حتى مصر، وضع مصر كدولة في وسط العالم كان لها اسم في قبل ذلك، وكانت لها الريادة في الشرق الأوسط أو بين الدول العربية. الآن يعني كيف كانت مصر وكيف أصبحت الآن؟ أقول أن هذه الأزمة هي أزمة وطن وليست أزمة فصيل أو جماعة. هذه أزمة أمة وصلت من الضعف بأن تصبح فريسة لكل من هب ودب، وبالتالي هي أزمة الشعوب العربية كلها وليست مصر فقط، إذا ظل الجميع ينظر بأنه في منأى عن هذه المؤامرات التي تحاك لمصرنا الحبيب بل ولأمتنا العربية كلها. أيها الإخوة الأحباب، لا زالت مصر تعاني في قضائها وفي إعلامها وفي كثير من نخبها انعدام الضمير، عدم الشعور بالمسؤولية، اللصوصية والارتزاقية لكل خائن أو متآمر. فلا زال قضاء مصر يعاني أزمة ضمير لمن لم نرى مثلها من قبل. قضاء قبل على نفسه أن يرتبط بأحذية أمن الدولة يدوسون به على رقاب العباد ويمارسون به كل أنواع الظلم، ولم نعد نسمع عن هذا القضاء الآن إلا أحكاما ظالمة أو فضائح مخجلة. تجارة الآثار كما تعلمون، أصبحوا يتاجرون الآن في الآثار، ومحترفي رشاوي الآن، وبلطجة أولاد المستشارين والقضاة. وكذلك الإعلام المصري، فهو على هذه المسافة من الانحطاط مع القضاة. أقل ما يقال في هذا الإعلام أنه فاقد للضمير، فاقد للأخلاق، فاقد للوطنية، فاقد حتى للمهنية. مجموعة من المرتزقة والمطبلاتية والعرق أحذية البداية، هؤلاء هم من يمثلون الإعلام المصري الآن للأسف، وأيضا كثير من النخب المصرية الموجودة الآن ليست بعيدة عن هذه الأوصاف. أيها الأحباب، أيها الحضور الكرام، يوما بعد يوم تتأكد لنا خيانة هذا النظام، وتتأكد عمالة هذه العصابة، ويأتي حكم المحكمة الإدارية العليا بمصرية تيران وصنافير ليؤكد هذه الخيانة. نحن عندما نتكلم عن مصرية تيران وصنافير لا نتكلم عن شعب مصر وشعب السعودية أو دولة مصر ودولة السعودية. شعب مصر هو شقيق للشعب السعودي، ودولة مصر هي شقيقة للدولة السعودية، ولكننا نتكلم عن هذا المخطط الذي يراد به تحويل
المياه، مياه تيران وصنافير، من مياه تابعة للإدارة المصرية إلى مياه تابعة للإدارة الدولية تخضع للقانون الدولي. وهذا هو التمهيد المطلوب حتى تبدأ إسرائيل في الإعلان عن مشروعها قناة بن جريون الإسرائيلي. أقول بأن الحكم بمصرية تيران وصنافير أكد خيانة هذه العصابة، والتي بدأت بالتنازل عن حقوق مصر التاريخية الثابتة كما تعلمون في مياه نهر النيل، والتنازل عن حقوق مصر الثابتة في غاز البحر المتوسط، وبيع الأراضي المصرية للشركات الأجنبية بلا مقابل أو بأبخس الأثمان، ناهيك عن السرقة اليومية لذهب جبل السكري. يقدروا حجم السرقة اليومية لذهب السكري بالمليارات يوميا يخرج مليارات الدولارات، ملايين الدولارات من ذهب السكري، يخرج على انه سيخرج للتصنيع او للتصفية او ما الى ذلك، ثم لا يعود ولا يعود له مقابل. وفي مقابل هذه التنازلات ومقابل هذه السرقات ليس هناك حدوث لأي تنمية حقيقية على أرض الواقع، إلا إذا كانوا بيعتبروا مجموعة السجون والحاجات دي اللي هم بنوها عشان يعتقلوا فيها الشعب المصري، دي بالنسبة لهم ممكن تكون هذه بالنسبة لهم يعني تنمية. لكن هم أنفقوا تريليوني جنيه، 2 تريليون جنيه في مشروعات ليست ذات قيمة، مشروعات فقط إنما فعلت لتجميل هذا الوجه القذر لهذا النظام المنقلب الخائن ولتثبيت أقدامه. وطبعا ليس بين هذه المشروعات مصنعا واحدا أو مشروعا إنتاجيا واحدا أو حتى مزرعة قمح يستطيع أن هم يعني يصنعوا منها الخبز للمواطن المصري الغلبان. ولكي تعمل هذه السلطة الفاجرة في انتقامها من الشعب المصري، تدرج المئات من الشرفاء والمناضلين من الرموز السياسية والشخصيات العامة والكفاءات العلمية الاقتصادية والرياضية وخيرة أبناء هذا الشعب، تدرجهم على قوائم الإرهاب. وإن صح التعبير فإن هذه القوائم هي قوائم شرف على صدور هؤلاء الأشراف. وقد فات هذه السلطة المجرمة أن الشعب يعلم تماما من هو الإرهابي، يعلم من يقوم بعمليات القتل خارج القانون، ويعلم بعمليات الخطف والإخفاء القسري، ومن يقوم بعمليات التفجير هنا وهناك. لم يكتف هذا النظام الفاجر بقائمته السوداء الطويلة لأعمالها التي يرتكبها، 1844 حكم إعدام بلا أي دليل، 25,000 حالة تعذيب ترصدها المؤسسات الحقوقية المختلفة، 10,000 مصاب بعاهات مستديمة، 720 طفل معتقل، 2000 أو أكثر من 2000 امرأة إلى الآن دخلت معتقلات هذا الظالم أو هذا النظام، 7000 شهيد إلى الآن، 500 حالة تصفية جسدية، 3000 حالة إخفاء قسري، 89 صحفي معتقل، 9 صحفيين تم تصفيتهم من ضمن التصفيات الجسدية التي تمت، ناهيك عن عشرات الآلاف الموجودين الآن في معتقلات هذا النظام الفاشي. ثم يضيف إلى هذه القائمة وضع أكثر من 1500 شريف من شرفاء الوطن على قائمة الإرهاب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الضيوف الأحباب، نحن تحالف دعم الشرعية أكدنا من قبل ونؤكد اليوم أن الدم